شوفوا شباب ايش لقيت هنا أنا بالسطح. شعله بس ود نشره. ايش اصور وجعانه. هي نشره بس قاتلها الوسخ. هاولج كعكولتها مأكولة، حال الضيم حالها ومحلقيها. طب تعليق واحد من الولد يقول لي امجد شنو انت الصيد تشتري وتقول ما الصيد؟ يعني شو جابك هسه؟ يعني هسه اني اروح اشتري هاي الشعلة قاتلها الوسخ على مود انزل اقول طير ما الصيد؟ شنو السالفة شباب؟ عمرو حياتهم مسوي هاي السالفة. عمرو حياتهم مسوي هاي السالفة. يراد لها شوية علاجات هاي بس محامرة عيونها مرمدة شوية. يلا خلينا ننزل هسه نكمل من جوا. هاي راح اذبح شباب بالمعتقل. صراحة افتح لها شوية علاج تكسن وتنش وشنو عندنا مال تنفسية. انا دائما شباب هسه قبل كم يوم هم لزمت هذا الثار طيته علاج ديكسين كم يوم ترجع كل شيء ما بي. هاي الشغلات مثلا رمد، هاي الشغلات البسيطة هذا طير عادي عالجه يستعدل ما بي شيء. رمد ما رمد هاي شغلة بسيطة. بس مثلا اذا جاك شغلة مثلا شوفه بي سالمونيلا شوفه بي فتشي لا هذا لا طبب لطيورك. اما رمد مثلا شوية كنكر شوية تعالجه يوم يومين تكسب بيه اجر يا اخوتنا. يعني ال 14 والفحلين امهات الطخه يعني طيرت 4 من هنا وبقيت الطيره النثيه مال 14 جواها بيضات لان شباب اكو 6 7 ازواج مبيضه من الطيور تمام. فالمهم فتحتهن ايش فتحت وياهن الزيره. هاي الزيره تذكرون كانت تروح وتجي يقولون مطير زاجل. والله عاد طيرتهن ذني ال4 وطيرت الزيره وياهن. والله شباب وعينكم ما يشوف الا النور. شوفوا شباب ما شاء الله صعدن. هاي 2 واحد كان شويه انصى و2 معا تمام. وهاي الزيره صعدت وياهن صعده مخيفه. بعد مطيارين 3 هاي يصير مطيارها رسمي. تقوم بعد شنو شباب ما تروح تلعب يمنى ويسرى وهالامور هاي. يقوم لا تقوم بس يعني تطير تصعد للبند وتنزل. يصير مطيارها اصولي. هسه نجي اني شو تقولون نفتح ذني الزوجين الزوج مالتنا ما طول الجو حلو. خل اشوف البيض الجواهن فاسد لو زين لان طيور طابه طيور طالعه فاكيد البيض تضرر. خيفت انا عمي هذا الفيل عجيب غريب. يمكن اخر فتحه الين ذني ما ادري بيا شهر بالتاسع والله ما ادري. هي صارت قد ما طايره. والله هذا بطل بس هاي ثوله بالثوله. هاي احتمال حتى ما تندل والله شباب الامانه. يمكن راح الزايد انا.
والله يمكن راح الزايد، لان هاي صايره جد ما طالعه وجيت اسالك قبل طيرتها. بس الفعل هذا ما عليه شيء، بس انا اريد اطيرها شباب، اريد اعزلهن هنا. انا شكلهم باقيين هناك هنا وخليه يولد يروح. اني لزمن حله لزمن فشي وفضلت راحت. خل اطلع لنا ذيك الطياره الثانيه حتى تجي تحطها هنا، حتى شويه الذكريات. كور كومندر صاعدات، هذا هم كور كومندر. هاي طياره مطخه جلده مالتنا، تبيض والله شباب. هاي مبيضه بيضه، والبيضه الثانيه بعدها بيها. ما اريد اطيرها. ما اريد اطيرها. خلي نزل ذني الخمسه عليهن شويه ترجع الذكريات مال هاي الطياره. بس هي فوق البيت يعني للامانه، ما تبعد. نبي اتاكد منها الصبح. نزل ذني هم ياكلن اكو اكل قديم بالبرج، فمن شافن هيجي الوضعيه ذني شويه هدأن فوق البيت. هاي النتي تشوفوها، بس الفحل ما ادري وينه. ذني ثلاثه بس زيره الا ماي على شباب فوق. هذا الفحليات. هاي الطيرة هسه ذني طيرناها اثنين، ذني ثلاثة القديمات. هاي صار خمسة، والزيرة مختفية السادسة. زين احنا طيرنا 5 6 7 المفروض. يعني بعد عندنا واحد جزء فوق همين ويا الزيرة. والله خلينا نشوفها ياهو جزء 14. اي ال 14 ماكو شباب، ال 14 ماكو. 14 صاعد. هاي نزلين. هذا طيرناه الفحل، صار له كم شهر ما طاير هاي الطيرة. وذني الثلاثة القديمات. ذاك البرج الاخير فرقته شباب، هنا انا سويته منه ومن هنا. ذيك الزيرة فوق بس مو كلش عالية للأمانة. ال 14 بعد باقي فوق، لأن ال 14 فتح جنحه يعني البارحة وكان بايت. ما ندري بيه احنا. تمام انا محبس ورايح ولا ادري بيه. هاي الطيرة طيرة ال 14 مطخة. هذا الفحل اللي طيرناه طيرة فحل هاي الطيرة، وهذا فحلها. هذا الفحل البطل. ذاك ال 14 ذاك فوق شوفوا شوية يبين واختفى. عالي 14. هاي الطيرة راح تحط. ضبت روحها. حطت 7. هاي انا اريد اخليها هنا، بس شنو راح اشطلها 2 ب2 واذبها هنا. الفحل هم راح اشطله 2 ب2 واذبها هنا. هذا الفحليات. بعد كم يوم يبدأ يطيرن ذني الفرخات 10 تقريبا هن والشادات، يعني يبدأ يتحركن شوية يصعدن ينزلن، فنبدأ نخرجهن. عندنا تقريبا 12 فرخة هم راح تصعد وياهن، هم نبدأ نطيرهن. 2 4 6 8 مين 12 10 فرخات. 10 فرخات لا والله 12. واحد من انا اي 12 تقريبا. احسن من ماكو شباب. هذا نزل شباب الفحل وهو طير. تعال هنا نزلن. طار هذا الكركمندر. فاشل لو بيك حظ يولد. ما شاء الله شباب. الزيرة وال14 والفحل الاحمر صارن بالغيم، صعدة مو طبيعية. هاي من الزينات. يلا تدابونه ما تطير. صعدة 2 حطن. هذا واحد حط ذاك،
وهذا واحد راح يحط، وثلاثة صعدين بالغيم. وينهن؟ هسه دا شوف بس الاحمر الزيرة وال14 راح نصعدن كل صعدة خوف صعدة. شوية طلع الشمس، هذا الطير من تطلع شمس يصعد، يعني خصوصا بالاجواء الباردة الطير يدور دفو يظل يصعد لي فوق، يعني شوية يمكن يصير ادفى ما اعرف، يعني هذا الحكي اذا الجو هنا الجو بارد، وبالصيف اتصور بالعكس. ما ادري اذا خربطاني ما ادري اكو هيجي. صعدا ذاكنا ما عنده. يلا خوش طالعه من الجزيره هاي، يعني بعد ما طيارين 3 جزيره على الوضعيه تجهز 100%، نقدر نستخدمها بالسباقات. بس اذا خليت هنا احولهن كلهن راح احولهم مال المطير ويا ذني. هسه برجين ذني طابقين بيهن طيور، بس وحدي ما مصفيه 100%. طبعا شباب صارت الساعة ب 12 تقريبا، حطن الطيور كلهن عدا، حتى الزيرة حتى طببتها عدا ال 14 الظاهر فتح جنحه. طاير ذاك النقطة فوق هسه شفته. شقة في الدقيقتين تقريبا شفت الطير. شوية اللي يبين اصور لكم اياه. الا نقطة بالسماء واقف فوق البيت. هاك وين شوية نصع اكثر بعد. شوفوا ذاك. بس لا والله يمكن مو هذا، لا مو هذا ما صور هذا شوف طير سريع. لا طيري كان اعلى وفوق. اعلى كان وواقف فوق البيت. احتمال هو جا صقر شوية بعد. هسه شوية وتبين. احتمال هو وضربها صقر شنو فشوية طير جنحه صار اسرع. المهم هاي الكناريات هم مصعدهن شوية يغردن، سمعوا الفحل. صوته كلش حلو مثل كلش حلو. هاي شوية طيارات، هذا البرج الثاني مال المخاليف طائرات 14 ما ادري وينه. هسه يبين ذني دياك قام يطبن بهذا البرج. هذا البرج شباب السيد كله طيرة وفحل زاوجات، كله طيرة وفحل زاوجات. هنا بقى الفرديات، يا زوج دا يزوج دا احوله هنا، بس عندنا نقص 3 4 طواير. هسه احتمال اخذ طواير من هاي الطيور، يا طيرة مزاوجة ينذبه هناك، لاني نبقيه للانتاج كلها زاوجة. شاكو طير زاوج شلته شمرته هنا. هاي شوف دا يساققن امورهن تمام. شوف هذا نم دا يزاوجن امورهن تمام ان شاء الله. فاي طير يزوج نحوله بهذا البرج، حتى افرغ هذا البرج وافرغ هذا البرج. شوفوا ذني هسه همين هاجن زوجات في هذه بيناتهن، بس اشوف نتاكد منهن زوجات 100% احولهن. هذا الفحل صاعد فوق وهذا الزاوج جوا فراخ. ذاك ال 14 شباب شوفوا هذا. هذا رجع هسه هذا صحيح وقف فوق البيت. هذا قبل شوي هو نفسه العد بس جا صقر. شوف شجار خلاه يشمر. هاي الطيرة الفاروخان فتحتها كاملة، قمزت وجت بالليل صوبلتها وهديتها، كانت ضعيفة رجعت لها الصحة مبينة ما مخرجة. إذا شوية رجعت لها الصحة نشيلها نذبها نزوجها على واحد من الفحلة. طبعا بعد ال 14 شباب ذاك وين الساعة بالوحدة. ذاك وين الطير يبين يمكم لا. انا اقول لكم هذا لا اليوم ما يبين، بس اذا طيره ما طيارين هيجي ثالث يبين. تشوفوا هذا الطير الافلاك صاير. هذا شنو هذا الطير؟ هذا مو مالتنا، هذا ناصي.
الفحل هذا طار ونزل حاط. انا بس اريد شويه يتعلم من هناك على ذيك الصفحه. الفحل وين هذا القديم مالتنا ذاك وينه؟ طيرته وين هالثوله؟ ذيك وينه؟ فبس اريد اني اتعلم شويه مره مرتين ثلاثه يطيرن ويحطن يطبن بذاك البرج. هسه اليوم راح احبسن هناك، حتى مره مرتين تحبسن هناك بعد ما عليهن شي، ما عليهن شي. بس خوش مطيار شباب، مطيار الشتاء يونس، يعني يطير الطير براحته 5 6 7 ساعات 8 احتمال اكثر للظلام، ينزل كل شي ما عليه، بس تنطيه اكل ومي يروح يرتاح واموره تمام التمام، لا تعوضه ولا يدوبل ولا يتعب ولا هاي، كل شي ما يحتاج، بس توكله شربه في مال لا في مال لا. سنة 14 قبل يوم او يومين بايت، اليوم طار طبيعي الطير كل شي ما بيه، فاموره ان شاء الله تمام التمام. هاي الطيرة شوفوها يات، هاي اللي فكني اياها الولده بالكاظمية، وهذا الفحل الثاني. وقد عندنا بس هاي طيرة واحدة تغلست راحت، وين راحت؟ ما ادري هاي العالم تغلس الطير قوة مروع. طبعا الساعة بالأربعة، يعني 4:10 ضبط، يعني أنا أنزل أصعد أنزل أصعد، أريد أشوف ال14 شو وقتي يفضها. إحنا ما ننكر جو حلو ومرتب وهاي طير. أنا متأكد إذا أفتحها باكر، يعني مو إذا مثلا إذا ارتاح باكر عقب باكر فتحتها الصبح ينزل هو والليل. هسه هو وين؟ هسه كان فوق هاي، هسه كان هنا قريب، هسه خليه يبين واصور لكم اياه. الساعة بالأربعة احنا طيرناه تقريبا ما اعرف 9:30 والله ما ادري. اي برا الفصل فتحناها الطيور سعدا، لاني فاتح نقوم تنزل اعوف المفتوحات ما لي علاقة بيهن، انزل اصعد الارفلية وياهن مفتوحة الطيور، يعني تقريبا امنا شباب، امنا بعد ما عليه شيء، بس يعني تبقى تخوف اللي يقمز يخاف يشمر روحه، يخاف هاي ما ادري والله. احنا نعوف هيجي على هالوضعيه، بس خلي هذا يجي دا اصور لكم اياه. ما ادري وينه، هسه انا صعدت رفعت راسي لقيته فوق البيت. هذا هياته شباب، هذا شوفوه ما اريد اطير له طيرته. هي وينها طيرته الثوله ذيك؟ ما ادري بيضة البيضة الثانية بعدها ما ادري، شفت البيضة يعني مبينة تريد توقع. شنو هذا؟ مسك مكع كلمة شنو؟ بعجع شباب دا اصعدهن انزلهن. شوف هذا يات ال14 تكه، كان شويه بسرعه يريد يبعد ويرجع يبعد ويرجع، فقلت له تعال عمي وذني ما يتاجع. شوفوا شباب هاي الفرخات، دورك هسه راح تتعشى. ولك سالمين. شوفوا شباب هاي كلها ذني، هذا الفحل الفيروز، هذا ال14. اي الله هاي طارت هاي، هي انا اتعمد شباب اصعدهن واذب اكل جو ينزلن ويردن يصعدن مرتلخ ويردن ينزلن. شفتوا هاي شباب معلقين انه ما يفيد انك تطيرين شباب، هي مو الغايه طيرين، اني مجرد انه عفتهن يسعدني ينزلن براحتهن حتى طيور تطلع الطوب تتكافز تبيض، بس الغايه ما اريد اطيرهن انا. هو اذا طار احد من عندهم نزل حاط براحته، طار وطلع قبال همين هاي بعد قناعاته.
بس انا خالين صراحة على مود يزوجن يبيضن نطلع من عندهم فرخة. بس ال 14 الا ما يريد يحط. والله شباب متأكد اليوم اذا نزل اليوم يعني ما بات ونزل باكر يرتاح، عقب باكر طيره يبيت، طيره الصبح بالفصل يبيت. يعني اذا فتحه بالسبعه مو فتح بالسبعه انا متأكد للخمسه ظلم وما ينزل الطير. لان هو بالاجواء اللي كانت ايام السباق كان ينزل 2 و3 والجو كان بيه حراره، فمو هسه بهذا الجو البارد والحلو الطير ما يحط. يا هذا وهسه وما عبالك ما بيحطه، ما اعرف شو الموضوع. انا عش الطيور بين ما ينزل شو نسوي؟ ما عندنا غير حل. بابا ايش حاط يمنا شوفوا، فارغ زاجل صغير اجا ويا 3 4 زواجل، فذني قبل كان يسج جنحه ويشيت بس الا ميت تعب خطير. شوفوا شاف الزواجل داخل بس بحلقه. هذا اذا الزمه لازم اخلي اخويا يشوف راعيه عن طريق الحلقه. اذا يطلع راعيه نقول له يابا تعال اخذه، لان صغير مال اذا عوفه ياكل ويطير يلزمه غيري، فبلكي احنا يصير يمنا وننطيه راعيه افضل. سديت البيبان حتى كلها تصعد فوق وتنزل براحتها. خلى الزم هذا خطيه. شوفوا شلون يدور مي، شوفوا خطيه. شوفوا شباب شلون عصى راسه يجي يشرب مي. صار له قد ما شارب خطيه هذا. تعال نمي هذا الطور دقيقة شباب. يفتح الباب ولازم يطب عندني بالقوة طلعته. الزم وجهكم شباب. اي شباب هذا كماشته الزاجل. اصبر يا حبيبي بهاي الحلقة خاف راعية يشوفها. ميت عطش شربته. شنو هذا زبيري ما شنو حط فوق شفتوا شباب؟ شنو اليوم؟ كان صعد هذا هسه واجيكم. اصبر يا حبيبي راح اذبه ويا الزواجيل الفرخات واخلي هو اخويا بعد يتكفل بالموضوع. خلينا نصعد على هاي الزبيريه اليوم نصيد هاتريك. شنو الموضوع؟ والله راجع لكم. اي شباب صيد هاتريك هذا. دباعي خلي يشوفوك العالم. وهذا ال 14 نزل حياته. حياته سينزل. انا نقعد هنا شوي بين ما ينزل. هذا شباب ال 14 اخوي يقول لي قامز واحد من ذني طالع قبل. قلت له ابا مو مشكلة هذا ال 14. ما شاء الله. يلا شباب وصلنا لنهاية المقطع. لايكاتكم تعليقاتكم وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم.